اهلا بكم في حلقه جديده من نو يور سيلف. انا عزه ودي قناتنا نو يور سيلف. النهارده جايه اقولك ما ترضيش بفتافيت الحب، وهقولك على السر اللي هيخليكي توقفي شحاده الحب. خليكي معايا. عمرك سالتي نفسك قبل كده ليه في ستات بيتحايلوا علشان يلاقوا وقت او كلمه حلوه، وفي ستات تانية كرامتها فوق اي شيء؟ في الفيديو ده من نو يور سيلف هنحط ايدينا على الوجع الحقيقي. هنتكلم عن الفرق بين الست اللي عارفه قيمتها والست اللي كسرت قلبها خلتها ترضى باي حاجه حتى لو كانت مجرد فتافيت. الاهتمام ما بيطلبش. الاهتمام لو طلع من غير ما تطلبيه، طلع بحب، يبقى حاجة تانية، يبقى اسمه اهانة. لو حاسة انك تايهة في علاقة بتهدك اكتر ما بتبنيكي، يبقى الفيديو ده علشانك، عشان تستردي قيمتك وتعرفي انك تستحقي الحب كامل، مش فضلات وقت او فضلات كلمة حلوة مستنيها من حد. في جملة دايما بنسمعها وبنعديها، بس هي فيها ملخص كبير لوجع كبير، ان الست اللي عارفة قيمتها ما بتطلبش اهتمام، بس اللي مكسورة من جوه بترضى بفتافيت الحب. فتعالوا النهاردة نعرف احنا ليه بنعمل في نفسنا كده. خلينا نتفق من الاول ان الست اللي عارفة قيمتها ما بتطلبش اهتمام. الاهتمام ده زي الهدية. ينفع تروحي لواحد وتقولي له لو سمحت هات لي هدية بمناسبة كذا؟ طبعا لا. الهدية قيمتها في انها جت من غير ما تطلب. ليه الست القوية ما بتطلبش اهتمام ابدا؟ الست القوية مش جبل، هي بتحب الاهتمام طبعا، ما فيش ست ما بتحبش الاهتمام، بس هي عارفة قواعد اللعبة. 1. الطلب بيقلل القيمة. هي فاهمة ان الاهتمام عملة لازم تطلع بصدق، لو انطلبت بتبقى دين، والديون تقيلة ولازم تترد، ومحدش بيحب يسد الدين. تاني حاجة في قواعد اللعبة الاكتفاء الذاتي. الست القوية مش محتاجة حد يكملها، هي عندها حياتها، عندها صحابها، شغلها، اهتماماتها. الاهتمام بالنسبة لها إضافة حلوة، بس مش الأكسجين اللي من غيره هتموت. تالت قاعدة عزة النفس. الست القوية كرامتها عندها أغلى من لحظة حنية جاية بالعافية. لو ما لقيتش التقدير بتنسحب بهدوء، لأنها عارفة إن اللي بيحب بجد بيلاقي لها وقت، مش بيلاقي أعذار. الست اللي واثقة في نفسها بتبقى عارفة إن اللي بيحبها بجد هيخلق وقت عشانها، مش هتذل نفسها عشان مكالمة ولا هتشحت كلمة حلوة. لو ما لقيتش التقدير اللي تستاهله بتمشي وهي مرفوعة الراس، عارفة عشان هي عارفة إن العيب مش فيها، العيب في اللي ما قدرش الجوهرة اللي معاه. النوع التاني من الستات اللي بترضى بالفضلات، بالفتات. دي مش وحشة ولا ما عندهاش كرامة، دي واحدة مكسورة، بتبقى عاملة زي اللي تايهة في صحراء بقالها أيام، وأي نقطة مية بتشوفها بتفتكرها هي دي طوق النجاة. بترضى بكلمة حلوة كل 2-3 عشان تعيش عليها. بترضى بانها تكون احتياط في حياة حد بس عشان ما تكونش لوحدها. بتقول لنفسها احسن من ما فيش. والموضوع هنا على فكرة مش نقص كرامة، ده غالبا بيكون جوع قديم. سببه 3 حاجات. اول حاجة صدمات الطفولة. يعني البنت دي لو كبرت في بيت كان فيه الاهتمام دايما بشروط، او كان الاهتمام قليل،
هتتعود ان الطبيعي هو انها تتعب عشان تاخد شوية حنية. تاني حاجة انخفاض التقدير، بتبقى شايفة نفسها ان كتير عليها الحب، فبتقنع نفسها ان شوية الفتافيت دول هما النعمة، فاحسن من مفيش. تالت حاجة الخوف انها تتساب، بتبقى مرعوبة من فكرة انها لو اعترضت او طلبت حقها الشخص التاني ده هيمشي ويسيبها، فبتقرر تسقط وتعيش على اللي يفيد منه. اسمعي مني، هديكي 3 خطوات عملية عشان تبطلي تشحتي مشاعر وتفرضي الاحترام. اول قاعدة 50-50. بطلي تبادري بنسبة 100%. يعني لو بعت رسالة استني الرد، لو سألتي مرة استني هو يسأل. لازم تدي مساحة للشخص التاني انه يشتاق ويدور عليكي. هي دي القاعدة الاولى، 50-50. القاعدة التانية، اتعودي تملي كوبايتك بنفسك. يعني ايه؟ يعني لو حياتك فاضية ما تستنيش اللي يجي يملاها لك. ما تستنيش الاهتمام زي اسفة على التعبير بس ملهوش تعبير تاني غير الشحاتة. اهتمي بهواية، اهتمي بتغيير نفسك، اهتمي روحي جيم، اتعلمي كورس، اعملي حاجة تخليكي دايما مشغولة. علي قيمتك في نظرك وفي نظر اللي قدامك، لان لما قيمتك تعلى في نظرك اوتوماتيك قيمتك هتعلى في نظر اللي قدامك. الحاجة الثالثة، اتعلمي تقولي لأ للصمت. لو لقيتي اهمال ما تعيطيش وتقعدي تشتكي، لا، انسحبي. الصمت والبعد ساعته بيكون كتير في لحظة الإهمال أقوى من العتاب 100,000 مرة. دي النصيحة. تعالي بقى لما أقولك إزاي تداوي الكسر اللي جواكي. 3 حاجات. أول حاجة، صالحي البنت اللي جواكي. قولي لنفسك أنا آسفة إني دخلت نفسي في موقف مهين زي ده. الاعتذار لنفسك هو بداية الشفاء. تاني حاجة، غيري السيستم بتاعك. بطلي تقولي انا حظي وحش، وقولي انا مش هقبل بأقل من اللي انا استحقه. العقل بيصدق اللي انت بتكرريه. تالت حاجة، حطي حدود صارمة. اللي تجاهلك يوم خليه يتجاهلك العمر كله. لما تحطي حدود الناس هتعرف ان دخولها لحياتك جايزة مش حق مكتسب. نصيحتي ليكي في اخر الفيديو هي انك انت اللي بتعلمي الناس ازاي يعاملوكي. لو انت رضيتي بالفتافيت هيفتكروكي جعانه وهيدوكي البواقي، لكن لو وقفتي بشموخ هيعرفوا ان مائدتك غاليه وما يقعدش عليها غير اللي يقدرها. وزي ما عودتكم في نور يور سيلف، دايما بنقول انك مش تكملة عدد، انت مائدة كاملة من المشاعر والحنية. اللي ما يقعدش على المائدة دي باحترام ويقدر قيمتها يفضل واقف احسن. ما تطلبيش اهتمام، افرضي احترامك وقيمتك هي اللي هتفرض نفسها. لو الفيديو ده لمس قلبك وحسيتي حتى لو احساس بسيط انه مس قلبك، اعملي لايك واكتبي لي في الكومنتات، وافتكري دايما انك تستحقي الحب مش الفتافيت. بحبكم كتير.